جوه 18 خطير يا ولد يا لعيب يا ولد يا ولد يا ولد. قلت لحضراتكم برازيلي اصلي. خد ايه حطها هناك في الزاويه البعيده، ما يقدرش يعمل لها حاجه ابو جبل. من أول لمسة ليه في الدوري المصري البرازيلي خوان ألفينا خطف الأضواء بقميص الزمالك. ماتش الجولة الثالثة ضد مودرن سبورت كان هو لحظة الانفجار. سجل هدف عالمي وصنع هدف تاني لشيكو بنزا، وأثبت إن الزمالك كسب صفقة من العيار التقيل. لكن المفاجأة الحقيقية ما كانتش في الملعب بس، المفاجأة كانت في طريقة احتفاله. ألفينا خلع القميص واندفع ناحية الجماهير البيضة بجنون، ثم رفع إيده برمز غامض حرف M. الجماهير وقفت محتارة، إيه معنى الإشارة دي؟ وليه ظهر في أول هدف ليه مع الزمالك؟ بعد ساعات قليلة السر اتكشف. زوجته فيكتوريا فاندايا كتبت على انستجرام: ارسموا حرف M من أجل ماريا، الله طيب جدا. الكلمة البسيطة دي قلبت معنى الاحتفال من مجرد فرحة كروية لقصة إنسانية مؤثرة. الحكاية بدأت مع معاناة. خوان ألفينا وزوجته عاشوا سنين طويلة في انتظار طفل، ومروا بفترة صعبة مليانة دموع وأمل ضايع. لكن في لحظة رحمة ربنا رزقهم بطفلة أطلقوا عليها اسم ماريا، لتتحول حياتهم من حزن وصبر لفرح وسعادة. في احتفالية معرفة نوع الجنين، فيكتوريا كتبت رسالة كسرت القلوب: كم حلمنا باللحظة، أنتِ سببنا الجديد للابتسامة، وأصبحتِ جزءاً من كل ما نحن عليه. مش بس كده، استشهدت بآية من سفر صموئيل الأول: لهذا الابن كنت أصلي وقد استجاب الرب لصلاتي. وكأن قدوم الطفلة ما كانش مجرد ولادة، لكنه معجزة حقيقية بعد انتظار سنين. عشان كده لما سجل ألفينا أول أهدافه مع الزمالك ما كانش بيفكر في الشهرة أو المجد، كان بيفكر في ماريا. الإشارة اللي عملها كانت رسالة حب لبنته وشهادة على رحلته مع الألم والأمل. الهدف اللي شافه الجمهور مجرد كورة في الشباك كان في الحقيقة بداية قصة أكبر، قصة بتقول إن ورا كل نجم في الملعب إنسان عنده معاناة وأحلام. وألفينا اختار يحول أول لحظة مجده في مصر لرسالة حب لابنه. الماريا ما كانتش مجرد طفلة في حياة خوان ألفينا وزوجته فيكتوريا، لكنها بقت الحلم اللي اتحقق بعد انتظار طويل. الليالي اللي قضاها الثنائي في دموع ودعاء اتحولت في لحظة لمصدر فرح لا يوصف. عشان كده وجودها في حياتهم مش بس جاب لهم الابتسامة، لكن غير معنى كل حاجة بيعملوها.